بخير في أحسن حال يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم جيتكم هكا بروتين صغير، تحضيراتي لرمضان. أنا من تحضيرات رمضان ديما نحب نبدل الماعون، يا إما حكوك لفايح يا إما الماعون معناها صحون الشوربة وإلا حاجة. المهم بحكم أن معناها داري هذه جديدة نقلت لها من با ما عنديش 3 موا، حبيت نشري حكوك كفاحة جدد. الحكوك هذوما خديتهم من تيمو، 12 حكة ب27 €. يهزوا 270 ملي، بصراحة ياسر محلاهم مدخنين. خديتهم كاري، فما المدور وفما الكاري، دونك انا اخترت الكاري كما تشوفوا معايا لهنا، ومتين باهيين محلاهم ويرفعوا نتاع الفحات نتاع كل يوم، فهمتوني. هنا كما تشوف في الفيديو غسلتهم قبل بليلة وخليتهم حتى يستقطروا مليح، ومن غدوة مسحتهم ونظفتهم، ما تعاودت مسحتهم هكا الماء باش يقعدوليش من الدين. كما تشوفوا في الفيديو الصغير هذاك نظفت القجر، عملت عليه برودوي ومسحته مليح، وبعد كده نشفته. ولهنا قاعدة نعبي في الفحات متاعنا، التابل، الفلفل الأحمر، الفلفل المهروش، الكمون، الفحات اللي نستحقهم الكل. وحبيت نقولكم ان الخطا متاعهم ما يتعديش الهواء، يعني كي تحطوا فيها حاجة راهي ما تعدمش. انا عندي كما قلت لكم خيط 12 حكة، عاودت كمان جيت 10 حكوك اخرين، يجيو معاهم هكا ستيكرز، يجي معاهم الستيلو متاعهم. حبيت لهنا نحاول نحطهم الكل فرد، يعني فرد نيفو. حاطت الاتيكيت متاعي الكل، فرحانة بيهم على الاخر، حاسيلو ما تصوروش ياسر مزيانين مضخمين هكا يزينوا القجارة متاع الفحات. انا عجبوني برشا هذوما. لي سيبور كيف خيتهم وحدهم تقريبا 6 كعبات ب6 € ولا ب7 €، ماهمش غاليين. فما البلون فما ترانسبارون وفما النوار كيف هكا. لهنا كما تشوفوا زينتهم وحطيتهم، شوفوا كالزين وكالالوان محلاها، بالحق راحة نفسية توا كي تنظم كل شيء. انا ديما واحد ديما يلم هو، اما في رمضان هكا تحس حاجة سبيسيال انك تحب تلم الدار اكثر، تحب تزين. هو شهر في العام يجينا، دونك واحد يحاول يزين ويعمل كما يحب ويفرح بيه كما يحب. لهنا القجر هذايا فيه حاسيلو مغارف، وفيه الماتريال هكا صغيرة متاع الغريبة متاع السبلي الكل حاسيلو. قررت اني باش ننظمهم، دونك كيف مسحت القجر مليح، وخديت هذوما سلات صغار. حبيت في البلون لكن ما لقيتش، قلت خل نشد ايدي بهذوما حتى ان شاء الله اللي نلقى في البلون نعاود نبدلهم. نظمت فيهم هذوكم القوالب متاع البريك الدنوني، سباتول، كل شيء حاسين نظمتهم فيها هي باش ما يقعدوليش مفرطين. هذوما مشترياتي من تيمو ومشيين، حبيت نوريكم شنو شريت. فما حاجات اللي غالب ما تصوروش. هذه مون كود كور بصراحة ياسر محلاها، اللي هي طنجرة باللار، ترفع تقريبا 1200 مليليتر. محلاها ماهيش خفيفة، باهية متينة، يديها في الدوري، والخطام متاعها كما تشوفوا فيه اللوح هكا صغرون. نجم نطيب فيها الولدي، نطيب فيها صوص بيتزا مثلا، نجم نطيب فيها حاجات كما تعرفوا توا رمضان واحد يطيب كل حاجة منها شوية شوية. دونك اسهل لي مني نستعمل طنجرة كبيرة. هذوما نورمالمون بالخطام تاعهم تحطوا فيهم سناكس ولا فاكهة ولا حاجة، ما يبعثوهم لي من غير اخطاء. بعثت لهم ايميل قلت لهم معناتها باش تعملوا لي رامبورسمون وترجعوا لي الفلوس والكل، قالوا لي خلي الارتيكل عندك وفي 14 يوم نرجعوا لك الفلوس. دونك هاكا ربحت فلوسي رجعت لي وقعد الارتيكل عندي. ما ان شاء الله المره الجايه نعاود نعدي بالاخطاء. خديت هذيك الوحده الدوريه، نعرفش علاش خديتها، عجبتني خديتها، قلت نعمل فيها حتى نرفس فيها بطاطا ولا حاجه. خديت ميكروفون صغير، قلت خلينا نجربه بلكش نستحقوا كيف نصور دي فيديو. وهذه خديتها انا قلت باش نحط فيها التمر، قلت ان شاء الله نحط فيها التمر خاطر نحب هكا ديما كعبة دقلة قبل معناها دوبا ما نشرب الماء، نحب كعبة دقلة نحلي بيها ياسر مزيانة. وعلى فكرة راهي رزينة ومتينة محلاها ومكتوب عليها رمضان.
وتنجم تحطوا فيها حاجات اخرين زي دي بول دو شوكولا مثلا في السهرية والا تمر. المهم انتم تحطوا اللي تحبوا. هذوما مخادد بلون ونوار. انا في بالي بيج ونوار، حبيت هكا يطلعوا اسورتي على الصاله متاعي. يا اخي طلعوا بلون كيف كيف. حطيت اني باش نرجعهم، قالوا لي خليها عندك ورجعوا لك الفلوس. قلت لهم الارتيكل ما عجبنيش وراكم بعثتوا لي بالغلط. فهمتوني؟ هذه الطنجره الثانيه ياسر مزيانه ياسر تحفونه، ارزن شويه من الطنجره الاولانيه، ايديها كلها ترانسبارون ماهيش دوري كيما الاخرى. اكبر هذه 1500 والا 1600 ملي تهز وامتن، وفيها كالفم هذيك تنجم تسقطر منها الماء. انا عجبتني برشا. تقريبا سمها 11 يورو. هذه خذيتها جوست باش نزين بها الطاوله مكتوب عليها رمضان كريم. وخذيت الطبيق هذايا باش نحطه في الصاله عليه شمعه حاجه المبخره ياسر عجبني. تقريبا 6 أو 7 يورو. هذه كانت مشترياتنا لليوم. نتقابلوا في فيديو جديد. بسلام.